يا عم انا عارف ان انت بتحب محمد شريف. ماشي، بتحبه ما تلعبوش ليه؟ لان انت كده بتهينه. لان شريف بيهين نفسه. ليه بيهين نفسه؟ عشان مش عارف متطلبات البوزيشن بتاعه كمهاجم. بيهين وظيفة المهاجم. يعني وظيفة المهاجم ايه؟ لو هو ظهر للجون انا حاسس بالجول ورايا، عارف انا واقف فين. شريف واقف غلط، مش حاسس بالجول وراه، مش عايش الماتش، بالتالي بيغلط غلطات ساذجه جدا، مخلي نفسه وحش وبيهين مركزه وبيهين نفسه. انت بتحبه خليه ما تلعبوش، لكن هتلعبه هتحرجه في الملعب. شريف انسان محترم بس نسي الكوره، نسي الكوره، استبعده فني وكده كده هيقبض. لكن وجوده في الملعب بيهين نفسه بصراحه، وشكله وحش قوي في الملعب. بيغلط نفس الغلطه كل ماتش كل ماتش، انه مش عارف هو واقف فين، مش حاسس بالجول. يعني المهاجم اول حاجه يعملها يكون حاسس بالجول. يعني ايام متعب، الله يمسيك بالخير يا متعب، عارف هو واقف فين، عارف في ميموري هنا، عارف الدنيا ماشيه ازاي. لكن شريف الجول كده يلعب الكوره كده. طب تعال شوف كده في ماتش سيراميكا الماتش اللي فات عمل ايه كده. يلا عمالها كده بسرعه. دلوقتي الكوره مع الشناوي هيلعبها لبيكهام. بيكهام هيعمل لونج باص لبن شرقي. نكمل. بن شرقي هيعمل شورت باص مع تريزيجيه. ما صدقني عدى واحد على واحد. بص شريف شكله وحش في الملعب، شكله وحش في الملعب. الجول هنا يعني قلب الكوره كده. ده كان ماتش سيراميكا، كرر نفس الغلطه في ماتش النهارده، في ماتش الحرس. كوبي بيست، هي وبرده تريزيجيه من ناحيه الشمال في ماتش سيراميكا، المره دي في ماتش حرس الحدود من ناحيه اليمين نفس الكلام برده. الجول هنا يحطها هنا. تعال نلعب كده نشوف ماتش النهارده. الكوره مع مروان هيلعب اللونج باص لتريزيجيه، اتحرك حلو جدا. بص تريزيجيه هات جول. شريف كالعاده هو مش شايف. حبه بعيد عننا. جماهير الاهلي الايام دي مش مستحمله، مش مستحمله. عايز تحب شريف استبعده فني، لكن هتنزله في ملعب هو بيهين نفسه وبيهين اللي نزله. طيب ليه بنقول استبعده فني وما تلعبوش؟ عشان مش بس بيضيع لك اجوال، لا ده بيخلي يجي عليك اجوال. ازاي الكلام ده؟ العب معاه كده واتفرج. دلوقتي الكوره مع شوبير، هينزل يستلم مروان طبعا هيرمي على المحطه بتاعتنا اللي هو شريف. بص شريف اتقطعت، اتقطعت. طب نقف هنا. طب لما اتقطعت دلوقتي ما يتعمل عليك الترانزيشن. تعال نكمل كده. دلوقتي الحرس دلوقتي خدوا الكوره. بس يا جماعه كده التحولات انفراد. لولا تألق شوبير كانت نتيجه 2-2، وكان الجول ده هيبقى الجول الثالث بسبب مين؟ المعلم شريف. ده اللي بيقدمه شريف من ساعه ما الاهلي تعاطف معاه ورجعه تاني للنادي الاهلي. شريف احنا بنعزك كجماهير النادي الاهلي وبنحبك وبنقدرك، وان انت ما رضيتش تبيع الاهلي واشتريت الاهلي لغايه اخر لحظه، وكل ده كلام جميل. بس دلوقتي الكوره في ملعبك، الاهلي اشتراك، اعمل المستحيل انك ترجع نفسك تاني، ان محدش يرجعك غير نفسك. انت حرفيا ناس الكوره. خد بقى اجازه اسبوعين، اجازه شهر، بس ما تريحش. العب بقى بدني، اشتغل مع مدرب تاني خارجي، رجع نفسك. انت هترجع نفسك، لكن كده في الملعب منظرك بصراحه يحرج. بصراحه منظرك يحرج يا شريف، وانت كده فعلا حرفيا بتهين نفسك وبتهين الناس اللي راهنت عليك. ومش عايزين نطول اكتر من كده في شريف عشان ما يزعلش مننا. ويا شريف تلحق نفسك عشان الاهلي اليومين دول تعرف. سلام.